ما يحسبش لكم باللي جيت باش نحيد الشرع ديال موسى ولا كتب الانبياء. ما جيتش باش نحيدهم، ولكن جيت باش نكملهم. ونقول لكم الحق، راه تحيد السماء والارض وما يتحيدش حرف واحد ولا نقطه واحده من الشرع حتى يتحقق كل شيء اللي فيه. راه اللي ما دارش بشي وحده من هاد الوصيات الصغار وعلم الناس يديروا بحاله، غادي يكون هو الصغير في ملكة السماوات. واللي دار بها وعلمها للناس غادي يكون كبير في ملكة السماوات. وكنقول لكم، إلا ما كانتش الطاعة ديالكم كتر من ديال العلماء الشرع والفريسيين، راه عمركم ما غادي تدخلوا لملكة السماوات. ما تقتلش، واللي قتل خاص يتحكم عليه. ولكن أنا كنقول لكم، كاع اللي تقلق على خوه خاص يتحكم عليه. واللي قال لخوه قال لي ما فيك فايدة خاص يتحكم عليه في المحكمة الكبيرة. واللي قال لخوه الحمق يستاهل نار جهنم. وإلا جبتي هديتك وحطيتيها على المذبح وتم تفكرتي باللي فيك الحق من جهة خوك، خلي هديتك قدام المذبح وسير حتى تصالح مع خوك في الأول، عاد اجي اعطي هديتك. تصالح مع اللي مداعي معاك، ما حدكم باقين في الطريق للمحكمة قبل ما يديك للقاضي، والقاضي يحطك في يد المخزني، والمخزني يدخلك للحبس. نقول لك الحق، راك ما غتخرج من تما حتى تخلص الريال الاخر اللي عليك.